اسمعوا واحكموا بنفسكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا رب يا رب إني ما أنسى كلمة أو أكذب في كلمة بدون قصد. والله العظيم من فترة أنا كانت عندي ظروف، وفعلا أخدني واحد ووداني على معمل موجود في القاهرة، ولمجرد إن احنا دخلنا ما صدق الراجل اللي بيشتغل هناك طبعا لما عرف أنا اسمي إيه ومنين، خد مني عينة الدم. ده بالنسبة لموضوع تجارة الأعضاء. وكان المعمل بتاع الدكتورة ميم فيه موجود في القاهرة. وبعد أسبوع اتصلوا عليا لما جه الزبون طبعا. بعد كده بعد ما اتصلوا عليا قالوا إن عين الدم تطابقت مع الشخص ده، الأستاذ عين ميم، اللي هو طبعا عين الدم تطابقت مع عين الدم. وتقابلت أنا وهو في المعمل واتفق مع الجماعة السعر وعلى كل شيء. بعد كده خدني الدكتور في المهندسين اللي هو طه فيه ووقع الكشف عليا. وبعد ده كله رجعنا تاني على المعمل، خدنا عينات. وبعد كده خدوني على شارع البطل أحمد عبد العزيز تاني، ودونا المختبر، دخلونا اللي هو على أشعة الرنين. خلصت إجراءات العملية كلها كاملة، وأنا فاكر كويس أوي حتى وأنا على السرير أقسم بالله والدكتور بيكشف عليا. ففي إبرة بياخدها المريض اللي المفروض أتبرع له أنا بالعضو اللي هو الكلى، فبيقول له في إبرة ضد الفيروس علشان الكحة والعطسة، وكانت قليلة في الوقت ده. فبقول له طب الدكتورة بتاع المعمل مش هتقدر توفرها؟ قال له لا، بيكفي إن هي وفرت لك الكلى، يعني عليا أنا. فعلا وقتها حسيت إن أنا أرخص شيء في الدنيا، ولكن الحمد لله غلطت وإن شاء الله أصلح غلطتي. وطبعا بعد ما خلصنا رجعنا تاني على المعمل ودفعت الفلوس في معمل الدكتورة ميم فيه. وبعد كده حددوا ميعاد العملية في مستشفى كبير في المعادي اللي هي طبعا لام وخلصنا. بعد إجراء العملية ب6 ساعات طلعوني من المستشفى. أقسم بالله أنا طلعت من المستشفى والخرطوم لسه راكب في جنبي زي ما هو. طبعا حاولت أتواصل مع الأستاذ مرتضى منصور ورحت على المكتب على الدقي لأنه راجل حر وصاحب نخوة.